الرحمن الرحيم. هنرسم معاكم الرسمة دي، رسمناها قبل كده بس هنضيف عليها تعديل بسيط. واحنا بنرسم هنقول احنا هنعمل ايه يعني. طيب هنرسم الرسمة دي رايت هاند سايد، يعني هنقف هنا اهو وناخد الاليفيشن، هنشوف الاليفيشن شايفين ايه ونرسمه هنا، وبعد كده امشي رايت واقف هنا اهو وابص للسايد فيو، رايت هاند سايد فيو ارسمه هنا والبلان ارسمه هنا. نبدأ في رسم الإليفيشن، ناخد أقصى بعد للإليفيشن معايا، أقصى بعد للإليفيشن هنا 150. طب هل الكلام ده صح؟ والله نحسبها نشوف السلندر دي زايدة معايا من ورا في الشكل ولا لأ. إزاي؟ هنشوف الجزء ده طوله 60 أهو، ونص ال60 دي تمثل لي الخط الأفقي للسنتر لاين بتاع السلندر. فاحنا لو اخدنا ال60 دي قسمناها على 2، 30 من هنا و30 من هنا، ومسحنا ال30 دي من ال150 او نقصناها من ال150، هيتبقى لي 120 من النقطة دي لهنا. طيب السلندر نص قطرها 45 لأن قطرها 90، 45 و120 اديني كام؟ 165. يعني أقصى بعد عندك مش 150، لأ 165. فاحنا ناخد أقصى بعد معانا على المحور بتاع الإليفيشن. لو بدينا مثلا من هنا ناخد 16 سنتي ونص، 165. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ونص، يعني هنا اهو بالظبط. تمام. لو قسنا من الزيرو هنا يديني 16 ونص بالظبط هنا اهو. يبقى هنا بالظبط. تمام كده، يبقى ده نهاية الرسمة معاك. طيب الخط اللي بعد كده لا ده مش معاك، المفروض نمسحه. نمسح الخط الزيادة ده كده، يبقى الاليفيشن هنحصر من هنا لهنا. طيب نعمل ايه تاني؟ نرسم السنتر لاين بتاع السلندر دي. ليه؟ لان هو كمان السنتر لاين بتاع الشكل المنصف اللي هو المستطيل الصغير ده. طيب هنرسمه ازاي؟ قلنا احنا المسافة من النقطة دي لغاية المنتصف هنا كانت بكام؟ ب120. فنرسم ال120 دي نعدها من ورا كده اهو. 120 يعني 12، من عند الزيرو هنا يبقى أقف عند ال12 هنا اهو بالظبط. طيب لو اتأكدت على كلامي هلقى إن من ال12 دي، هلقى إن ال12 دي وكده هلقاها كام؟ 45 اللي هي نص قطر الدايرة الكبيرة. نقيس تاني كده اهو من الزيرو هنا. تمام. يبقى نحط نقطة عند ال12 دي اللي هي 120، ونطلع بال120 دي ايه؟ سنتر لاين عمودي كده. بعد كده نرسم بقى، ما نرسمش السلندر دلوقتي، نرسم ايه؟ نرسم الشكل اللي احنا هنشوفه في الاليفيشن. هنشوف ايه؟ هنشوف البوكس ده. تمام. وبعد كده هنرسم ده، وبعد كده ننزل اسقاط السلندر كله. طيب ده طوله كام؟ قلنا 60. يبقى هناخد 30 من هنا و30 من هنا ونطلع لفوق ارتفاعه اللي هو 40. يبقى ناخد من هنا 30 كده اهو، 1 2 3 يعني عند ال10، و1 2 3 يعني عند ال4، ونطلع 40. لو بدأنا مثلا من 9 سنتي يبقى 1 2 3 4 عند ال13 هنوقف، وناخد الخط ده من النقطة دي للنقطة اللي فوق دي اللي هي عند ال13 هنا اهو. ومن النقطة دي ناخد خط أفقي الناحية التانية، ونقابله بخط رأسي من ال30 اللي هي على الشمال دي. كده احنا رسمنا البوكس ده. طيب بعد كده نرسم ايه في البوكس؟ نرسم الدايرة دي. خلي بالك الدايرة دي على ارتفاع ايه؟ على ارتفاع 10 ملي، يعني 1 سنتي مرتفع. وكمان هنا في ايه؟ في خط رأسي وخط رأسي نتيجة الارتفاع ده. فاحنا نطلع 10 ملي على الخط بتاعنا ده. نطلع ال10 ملي يعني من 7 تبقى عند 8، ونحط نقطة على الخط كده اهو. وبعد كده أشد خط أفقي يعتبر سنتر لاين للدايرة برضو. أي دايرة طبعا ليها سنتر لاين. معرفش ما تعملش الخط
هنا. تمام. ونقيس على الخط الأفقي ده كام؟ نص القطر من الناحيتين، 23 و23. لو كده قلنا هنقف عند ال11 هنا اهو، يبقى 23 1 2 1 2 3 نحط نقطة، و1 2 1 2 3 نحط نقطة عند هنا. تمام كده. وبعدين نرسم الدايرة بتاعتنا باستخدام البرجل، يا إما أقيس أو أنت خلاص أنت حطيت النقاط بتاعتك فهتوقف عند النقاط اللي هي دي. الناحية التانية هتجيبك عند النقطة التانية بالظبط برضو كده اهو. ممكن انك انت تقيس ال23 على البرجل برضو بالبرجل على المثلث وتشتغل. يعني لو عملنا اختبار هنا هنلاقيها 23. بعد كده هننزل عمودي من النقطتين الاخرانيين دول، النقطة دي والنقطة دي. كده احنا رسمنا مين؟ رسمنا الشكل اللي حضراتكم شايفينه. طيب هشوف ايه في السايد في الاليفيشن اقصد، هشوف الخط ده. طيب الخط ده طوله كام؟ اللي هو من النقطة دي لغاية هنا، يعني ال150 ناقص ال60 اللي هي كام؟ 90. من النقطة دي لغاية هنا، فاحنا هنرتفع الارتفاع بتاعه الأول اللي هو 20، وناخد خط لغاية آخر الشكل. الارتفاع بنرتفعه من الخط الأفقي الأول ده عند ال7 مثلا، ناخد 2 سنتي لفوق، 1 2 يعني عند ال9، ونحط النقطة بتاعتنا. وبعدين أشد الخط ده كده أهو، وأقابله من نقطة آخر نقطة قياس عندي اللي هي هنا، نقابله رأسي ونمسح الزيادة بتاعتنا. هنا بقى نقدر نرسم السلندر بتاعتنا. السلندر ارتفاعها كام؟ ارتفاعها هنا مديني 50 وتحت مديني 40، يعني الارتفاع كله 90. ناخد ال90 دي من العمودي ده الأفقي أقصد، أو الأفقي من فوق هنا، وقلنا هناخد الارتفاع ده اللي هو 9 سنتي من فين؟ من من الأفق الأول ده. نطلع 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يعني عند ال16، ونحط النقطة بتاعتنا. وبعد كده أشد خط أفقي من النقطة الأخيرة دي كده أهو. الخط الأفقي ده هنقيس عليه إيه؟ قطر الأسطوانة كله، أو نص القطر. من فين؟ من نقطة التقاطع اللي فوق دي. لو وقفنا هنا اهو عند ال14، ناخد 45 يمين و45 شمال. لو أخدناها شمال هتوقف لي عند المحور بالظبط هنا، لو أخدناها يمين هتبقى 1 2 3 4 والنص يعني هنا. تمام. يبقى مفيش غير إن أنا أنزل من النقطة دي الأخيرة عمودي كده اهو، والنقطة دي احنا نازلين كده كده عمودي اللي هو خط المحور، بس نتجله شوية. طيب كده تمام. كده تمام. الخط ده كان المفروض نتجله؟ لا، ما كانش المفروض نتجله. ليه؟ لان لو بصينا هنا هنلاقي ان في مثلث مرسوم، بس المثلث دخل شوية في الدايرة. الكلام ده هنعمله ازاي؟ هنعمله لما نرسم البلين فيو نستنتجه. طيب دلوقتي نرسم المثلث، ماشي نرسم المثلث عادي علشان انت بس تفهم انا همشي ازاي. بس قبل ما نرسم المثلث نرسم الداش لاينز بتاعت الدوائر اللي تحت دي. معايا دايرة نازلة لتحت مسافة 1.5، وقطرها 60، يعني نص قطرها 30. يبقى نحن ننزل ايه؟ 1.5 من فوق على الخط بتاعنا، 1.5 من 15 مثلا، يبقى 14.5 هنا. أنا معرفش شايف كويس ولا لأ. هنا بالظبط من النقطة دي ناخد خط أفقي داش لاين، داش لاين مش سوليد لاين. ماشي كده تمام. الخط ده المفروض يكمل معايا كمان شوية علشان 3 سنتي صغير عليه. تمام كده. هنشوف دلوقتي. يبقى نقيس برضو 3 سنتي يمين و3 سنتي شمال على الخط ده. لو وقفنا عند ال10 هنا
صح كده، عند العشرة يبقى اخد 3 يمين، 1 2 3 يعني 13 النقطة دي، و1 2 3 17 هنا، أو 7 أقصد هنا النقطة دي. تمام. ونطلع من النقاط دي ايه، داش لاينز عمودية بقى. من النقطة دي نطلع داش لاين عمودي لحد آخر السلندر لفوق، وهكذا هنا. نمسح الزيادة بتاعتنا دي. طيب، في برضو دايرة صغيرة نص قطرها 19، القطر بتاعها كله 38، المفروض نرسمها. دي نازلة لتحت فراغ، هتخبط في مين؟ في الفراغ اللي داخل لجوه ده. 38 19 يبقى نص القطر 19 من فين؟ من نفس الخط ده. ناخد 19 من هنا، 1 2 قبل الاتنين ب1 ملي، يعني 19 النقطة دي. 1 2 قبل الاتنين، هنخليها كده عند ال8. تمام. 1 2 يعني هنا اهو بالظبط. وأنزل من النقاط دي، من الداش لاين اللي فوق ده، ننزل ايه، داش لاين لغاية ما اخبط في الدايرة دي الفراغ. الناحية التانية اللي هي كانت النقطة دي، داش لاين برضو لغاية ما اخبط. هنلاقي الاتنين دول على نفس ايه، على نفس المستوى. تمام. بعد كده خلي ده داش لاين بس كويس عشان يبان معانا. طيب، بعد كده المفروض اننا نرسم المثلث ده. والمثلث ده الرسمة بتاعته حاليا اللي انا هرسمها غلط، بس هنصححها لما نيجي نرسم البلان فيو. هنيجي نوصل النقطة دي بالنقطة دي كده، خط خفيف. وبعد كده المفروض ان انا اقيس عليه 20، وبعد كده اقيس عليه تاني 50، من هنا لهنا 20 ومن هنا لهنا 50، واعمل الداش لاينز بتاعت الشكل اللي نازل لتحت ده. بس زي ما قلت لكم مش هينفع ارسم المثلث كامل بالتفاصيل بتاعته. ليه؟ لان اصلا الرسمة بتاعته كده غلط، لان هو دخل شوية الجو. دلوقتي هنرسم السايد فيو. هنيجي يمين بقى، احنا كنا واقفين كده، هنيجي يمين ونبص نشوف هو شايفين ايه، ونرسم اللي احنا شايفينه. طيب، الارتفاع بتاع السلندر ناخد اقصى ارتفاع معانا اللي هو كان 90 كده اهو، ناحية السايد فيو، الرايت هاند سايد فيو كده. تمام. واخد اقصى بعد للسايد فيو عندي كان هنا ب110، بس خلي بالك في 10 هنا و10 الناحية التانية، يبقى اقصى بعد كام؟ 120. 10 اهو 110، يبقى في 10 هنا و10 الناحية التانية، يبقى 130 اقصد. نضيف ال20 اللي هي 10 من هنا و10 من هنا على ال110 يعني. وناخد الكلام ده من فين؟ من نقطة الأصل بتاعتنا هنا اهو. نبدأ مثلا من وليكن عند الزيرو، يبقى هنوقف عند ال13. ليه؟ لأنها 130، يبقى 13 سنتي. ونقفل الشكل بتاعنا بخط خفيف خالص كده. يبقى ده المربع اللي أنا هرسم فيه إيه؟ الرايت هاند سايد فيو. طيب، هنشوف إيه في الرايت هاند سايد فيو. لو بصينا كده إننا لازم نعمل السنتر لاين علشان خاطر الدوائر دي. طيب، السنتر لاين ده اكيد في نص ال110، بس ايه، في 10 من هنا و10 من هنا، يبقى برضه في نص مين؟ ال130. طيب، ال130 نصها كام؟ 65. نقف هنا عند ال17 نعد 1 2 3 4 5 6 ونص، يعني هنا اهو بالظبط. لحظة علشان بس ايه القياس يكون دقيق معانا. 1 2 3 4 5 6 ونص هنا بالظبط. تمام. وال13 كانت هنا، احنا منقصين نص ملي، نص ملي ده يبهدل لي الرسم. الخط العمودي ده نرحله نص ملي، انا رحلت النص اهو كده. يبقى ده ايه المربع اللي هنرسم فيه، وده السنتر لاين اللي هنرسمه دلوقتي هنا. ده بتاع ايه؟ بتاع الشكل او بتاع السلندر الاسطوانة بتاعتنا. طيب، هنرسم اولا دلوقتي ال110 صح كده، اللي هي
55 من هنا و55 من هنا. ارتفاعها كام؟ 20. اوريدي احنا واخدين الارتفاع ال20 في الاليفيشن. ناخد الارتفاع ده الناحية التانية السايد فيو، مش هنقيس 20 تاني من النقطة دي او النقطة دي او اي نقطة على الخط الافقي التاني ده. ناخده كده من الاول للاخر بخط خفيف ونقيس عليه 110 من المنتصف، يبقى 55 من الناحيتين. 55 من هنا، 1 2 3 4 5 والنص يعني هنا. تمام. زودت شوية. والناحية التانية 1 2 3 4 5، الخمسة التانية هنا اهو بالظبط كده. تمام. واجي من النقطة دي انزل خط رأسي، والنقطة التانية ننزل بخط رأسي. طيب ايه اللي انا امسحه؟ هنمسح الكلام ده وده. طيب بعد كده اعمل ايه؟ بعد كده نرسم السلندر اللي نازلة دي. السلندر اللي نازلة دي نرسمها. ارتفاعها كام؟ من ال90 واخدين الارتفاع الحمد لله. هننزل من فوق هنا 45 و45 نص القطر الكبير، وننزل بيهم لتحت. 45 الأولى هنوقف مثلا عند كام هنا؟ عند ال14 مثلا، وناخد 45 1 2 3 4 ونص كده اهو. والناحية التانية 1 2 3 4 ونص كده اهو. وبعد كده انزل عمودي لغاية ما اخبط فين؟ لغاية ما نخبط في الاشكال اللي معانا دي بخط ايه؟ بخط خفيف خالص. ليه؟ لان في حاجات هتتمسح معاك، فاحنا هننزلها بخط خفيف دلوقتي. اللي احنا عملناه ده ان احنا نزلنا من الارتفاعات بتاعت السلندر بتاعتنا من اقصى بعد ليها، اللي هو يعني اقصى بعد على السايد فيو. طيب انا معايا في الشكل هنا في ايه؟ في مستطيل داخل في السلندر كده. المستطيل ده اللي هو الدخله دي والدخله دي، اللي هي فين؟ الارتفاع ده نخش بيه كده. طيب ده على ارتفاع قلنا زي ما قلنا 40، اللي هو الارتفاع ده هنخش بيه من اول الرسمه هنا ومن الاخر هنا لكده. طيب ينتهي معانا فين؟ ما نعرفش. ليه ما نعرفش؟ لان ده دخل في مين؟ في اسطوانه. فهيبان معايا فين؟ لما ارسم الاسطوانه دايره. امتى ارسم الاسطوانه دايره؟ لما ابص على البلان. فلما ارسم البلان هروح اجيب النقاط دي امتى هتنتهي معانا. فاحنا مبدئيا هنا دلوقتي هنخش بالخط ده اللي هو على ارتفاع 40 كده. خشينا يعني، هو دخلنا دلوقتي في الاسطوانه شويه. الاسطوانه اهي ابعادها هنا، ده مش معانا وده مش معانا. فالاسطوانه البعد بتاعها نازل كده، فاحنا دخلنا فيها شويه. الناحيه التانية برضو نفس الكلام، من اقصى بعد معانا نخش جوه الاسطوانه كده اهو، يبقى الاسطوانه هنا تتمسح معانا. تمام. بس كده. بس كده. المفروض اتجل ده اخليه سوليد لاين اللي هو الخط ده ال20، وانتجل الاسطوانه بقى من النقطه دي لغايه نقطه التقاطع مع الخط الافقي ده، والنقطه دي لغاية نقطة التقاطع مع الخط الأفقي التاني. طيب ده امتى اعرف ارتفاعه او دخلته كده لحد فين تنتهي؟ ما اعرفش غير لما ارسم البلان فيو. ماشي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنرسم الداش لاينز بتاعت الحاجات اللي هي من تحت دي. ونرسم الاول الداش لاين بتاع ايه؟ بتاع الفتحة دي اللي داخلة لجوه. نرسم دي الاول، وبعد كده نرسم الداش لاينز بتاعت الدايرة. هناخد اقصى ارتفاع معانا على الفتحة من الاليفيشن هنا اهو، واخد الداش لاين ده من اول الشكل لغاية اخر الشكل. دي يعني فتحة، تخلي بالك. والفتحة دي على ايه؟ على ايوه كده. الفتحة دي مالها؟ على هيئة دايرة. طيب في جزء مهم هنا لما نيجي نرسم الداش لاينز بتاعت الدوائر اللي تحت دي، اللي فوق اقصد، وننزل بيها لتحت. اول دايرة، الدايرة الاصغر اللي هي 15 ونازلة لتحت برضو، اللي هي نازلة لتحت 15 نص قدرها 60، يبقى ننزل بيها ال60 من هنا اهو. نقيسها 30 و30 من النقطة دي. 1 2 3 نحط نقطة هنا،
وواحد اتنين تلاتة نحط نقطة هنا، وننزل داش لاين لغاية فين الداش لاين؟ 1.5. طب أنا واخد ال1.5 ده نزلته تحت في الإليفيشن، آخد النقطة بتاعته كده، أثبت الكويس المسطرة وآخد داش لاين أفقي كده أهو، وبعد كده أنزل بالداش لاينز العمودية اللي هي على بعد نص قطر الدايرة الأصغر كده، تمام. وبعد كده نرسم الداش لاينز بتاعة الدايرة الأصغر منهم اللي هي قطرها 38، يعني نص قطرها 19. ناخد ال19 دي من اليمين ومن الشمال، 1 و9 هنا، وهنا 1 و9 يعني 19 هنا اهو، وننزل بيها ايه داش لاين لغاية ما نخبط في الداش لاين اللي تحت، لأن دول فراغين التقوا مع بعض. طيب ماشي. هنا في مشكلة ظهرت معايا دلوقتي. الشكل بتاع الداش لاين اللي نازل على فراغ او فراغ نازل على فراغ بيكون بالمنظر ده لو كان مستطيل فراغ نزل على مستطيل فراغ. طيب انا معايا ده دايرة نازلة على دايرة. طيب بص على الصورة اللي انا مشيرها دلوقتي دي او موريها لكم دي. ماسورة اسمها التي تيوب. التي تيوب دي ماسورة عمودية ملحومة في ماسورة ايه؟ ماسورة أفقية. فزي ما حضراتكم شايفين هنا في كيرف على شكل حرف الفي. الكيرف ده مكرف لتحت. دلوقتي هنقول امتى يتكرف لتحت وامتى يتكرف لفوق. طيب ده مكرف لتحت، عايزين نرسم الكيرف ده نعمله ازاي؟ زي ما حضراتكم هنشوفه دلوقتي. هنقول بس الأول يتكرف لتحت امتى. هنا مكرف لتحت علشان قطر الماسورة اللي نازلة من فوق أقل من قطر الماسورة اللي إيه كانت أفقية. طيب لو كان عكس كده، لو كان قطر الماسورة اللي نازل من فوق ده أكبر من قطر الماسورة الأفقية يبقى يتكرف لفوق. طيب هنا في التطبيق معايا قطر ده أكبر ولا قطر ده أكبر؟ ده نص قطرها 23 الدايرة دي، نص قطرها 23 يعني قطرها 46. والدايرة دي الفراغ دي قطرها كام؟ 38، يعني الفراغ ده هو اللي فوق نازل من فوق هيكون أصغر معاه، يبقى شكل الكيرف هيكون لتحت معايا نازل لتحت. طب لو كان عكس كده يبقى نعمله ايه؟ لفوق. طيب نعمل الكيرف ده ازاي؟ هنيجي عند نقطة نيجي عند الإليفيشن، ناخد أقصى نقطة للدايرة اللي هي قطرها 8، نص قطرها 23 اللي هي الدايرة دي، ونمشي بيها كده ونقطع بيها الخط ده في نقطة الداش لاين الأول، والخط التاني في نقطة الداش لاين التاني اللي هو إيه؟ النقطة دي والنقطة دي. يبقى معايا 1 نقطة 2 نقطة. طيب ليه ده النقطة من الجهة دي، النقطة التانية يبقى النقطة دي الجهة من الجهة دي، النقطة التانية دي اللي من ورا من الجهة التانية. طيب نيجي بقى للفراغ اللي هو فين في الإليفيشن، آخد نهايته اللي هو هنا، اللي هو فين؟ اللي هو هنا برضو، وأمد إيه خط كده أهو خفيف لحد مقطع السنتر لاين ده. يبقى أنا كده أصبح معايا كام نقطة؟ 3 نقاط. الكيرف اللي هرسمه لازم يمر بال3 نقاط دول، تمام كده. ارسم الكيرف ده ازاي وانا معيش وانا ما معيش مركز للكيرف ده؟ اجيب البرجل افضل افتح واضيق فيه لحد ما اتوصل لخط يمشي لي ال3 دول على بعض، او ممكن نرسمها بالاسطمبة بتاعت الدوائر. طيب في التطبيق ده انا فضلت افتح البرجل واقيس واشوف. لقيت ان النص قطر 2.6 معرفش كده، تعالى كده 2.6 ملي، 2.6 ملي هيجيب معانا الكيرف الداش لاين ده. يبقى هنيجي عند نقطة رقم 3 وأحط القلم عندها والسن على الخط اللي هو السنتر لاين ده، وأرسم الكيرف زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. فين هنا اهو، تمام كده. طيب الخط الداش لاين اللي في النص ده أصبح ملهوش لازمة معاك، ده نرسمه لما يكون مستطيل مع مستطيل. فكده وضحت معانا الفكرة دي، ماسورة نازلة على ماسورة فلازم يحصل لها الكيرف ده. طيب
في دلوقتي معايا انا هنا مثلث. المثلث ده السطح بتاعه في السايد فيو هيكون ايه؟ مستطيل، عايزين نرسمه. المستطيل ده نصه من يعني او العرض بتاعه كام؟ 32. هنا هيترسم معانا، تمام. لكن المستطيل اللي جوه ده القياسات بتاعته كانت في الاليفيشن، اللي هو اطلع 20 وبعد كده 30، فمش هقدر ارسمه في السايد فيو. اما ليه اللي هقدر ارسمه في السايد فيو؟ هرسم المستطيل الكل ده الكبير اللي هو 32 عرض. من فين؟ من هنا لغاية فوق. يبقى ناخد ال 32 دي من فوق كده اهو، من المنتصف بتاعنا ناخد 32 يمين وشمال، يبقى 16 و16، صح كده؟ 1.5 و6 كده 16، والناحية التانية 1.5 و6 كده 16 بالظبط كده. وننزل بالنقطتين دول ايه؟ سوليد لاين لغاية الخط اللي تحت. ليه لغاية الخط اللي تحت ده؟ لأنه ده الخط اللي هو على ارتفاع 20 من الناحية دي، ننزل بيه لحد الخط ده سوليد لاين. الناحية التانية هيترسم سوليد لاين. طيب، في حاجة تانية هتترسم دلوقتي في السايد فيو؟ لا، مفيش خالص. فاحنا نتجل بس الحاجات المهمة اللي معانا. الخط ده معانا يتجل، الخط بتاع الدايرة ده اللي فوق يتجل، وكمان الخط ده يتمسح معانا، مش محتاجينه. محتاجين البداية اللي هنا لهنا، والخط ده يتمسح بتاع المحور مش محتاجينه. الخط ده ما تجلتهوش لأنه لسه ما خلصش. في دلوقتي فراغ هنا اهو لازم نرسمه، لسه مش هنعرف نرسمه دلوقتي. ليه؟ لما نرسم الاليفيشن البلان فيو. نخش على البلان فيو علشان ايه؟ علشان نرسم الحاجات اللي ناقصه دي كلها. دلوقتي انا معايا ايه في البلان فيو؟ ناخد اقصى بعد او ابعاد البلان فيو، اللي هو اقصى بعد على الاليفيشن النقطه دي، وانزل بيها عمودي كده. بس اكمل تاني علشان البلان فيو هيكون كبير معانا. نزلت بالمسطره كده اهو، النقطه دي هنا، تمام كده. نكمل ماشي. وبعد كده اقصى بعد من ال اسمه ايه ده؟ السايد فيو او الرايت هاند سايد فيو، النقطة دي. انا عايز اشتغل بالمثلث ده احسن. ننزل عمودي على الخط ال45، ما كملش معانا. ننزل بالمسطرة شوية ونيجي تاني ننزل عمودي لغاية ما نقطع. قطعنا هنا اهو. النقطة دي ناخدها بالمسطرة ناحية البلان كده. وبكده انا حددت ايه؟ المربع او المستطيل اللي هرسم فيه البلان فيو. اول ما حاجه هرسمها في البلان فيو هي الدوائر. طيب الدوائر دي انا معايا سنتر لاينز ليها، يبقى ننزل بالسنتر لاينز بتاعه الدوائر دي. ادي اول دايره السنتر لاين من هنا في السايد فيو في الاليفيشن. ننزل بيه ايه؟ عمودي. نثبت المسطره كويس. النقطه دي اكمل السنتر لاين ده. هو تمام كده متثبت ولا ايه؟ تمام كده، تمام. والناحية التانية بقى السنتر لاين بتاع السايد فيو انزل بيه يحدد لي السنتر لاين. قطعت، حدد لي السنتر لاين في البلان فيو هيبقى عامل ازاي هنا، تمام. يبقى ده نقطة التقاطع. هي ايه؟ هي نقطة مركز الدوائر اللي هتترسم. معايا كام دايرة؟ 3 دوائر، اللي هو على أقطار 90 و60 و38. ال90 قلنا نص قطرها اللي هو كام؟ 45. ممكن أخد القياس من فوق كده أهو زي ما حضراتكم شايفين. أحط السن هنا في المنتصف، وآخد القطر بتاعه نص القطر الناحية دي، تمام كده. هلقاه هو لو أنا عملت البرية للناحية التانية، هاجي عند نقطة المركز هنا، هلقاه بيديني بالظبط ايه؟ على الخط الناحية دي، على الخط بالظبط. لحظة نعدل الإضاءة. تمام زي ما قلنا هنا اهو. الإضاءة مش اتعدلت، ده اتقلبت. قلنا كده تمام. شفتوا ما شفتوش عنكم ما شفتوش، بس كده.
برضو ده مقلوبة خالص. أظن كده تمام. طيب نرسم الدايرة، ناخد نص القطر من هنا لغاية هنا اهو. تمام. هيدينا نفس نص القطر هنا وهيمثل لي المحور بتاعنا. ارسم اول دايرة. تمام كده. عايز البلان بس كله يكون باين معاه. وبعد كده نعمل ايه؟ نرسم الدايرة اللي بعدها اللي هي فين؟ نص قطرها هنا لغاية هنا اللي هي 30، يعني من الآخر كده 30. وبعدين أرسمها هنا أهو. وبعد كده الدايرة اللي أصغر منها نص قطرها من هنا لغاية هنا يعني 19 كده أهو. كده دول أول 3 دوائر معانا. طيب هنشوف إيه تاني في البلين فيو؟ هنشوف الخط ده نازل من أول المحور معانا، خبط في الدايرة، خبط في الدايرة. هنقدر نستنتج منه الخط ده ينتهي معايا فين. نرسمه دلوقتي أهو. الخط ده من النقطة دي، من النقطة دي كده، وننزل عمودي فين هنا. انزل عمودي من النقطة دي لكده، خبط في الدايرة وهيطلع منها الناحية التانية لغاية اخر الشكل طبعا. بس ماشي، جا معايا لاخر الشكل، بس عامل تانية بسيطة كده نعدلها. تمام. الناحية التانية نفس الكلام، النقطة دي او اللي فوق ننزل بيها كده، نقف عند الدايرة، نطلع تاني كده. تمام. وبعد كده نمسح الكلام اللي من ورا ده. لا، اللي من ورا ده مش تبعنا في الرسم علشان ما نتوهش. طيب ايه اللي تبعنا؟ الشكل ده. بعد كده في داش لاين نرسمه اللي هو الفتحة اللي هي هنا. نرسم الداش لاين ده كده اهو. كمل معايا في الشكل كله. تمام كده. انا ايدي اتبهدلت، كنت بعمل حاجة كده بره تبع مشروع كده يعني، بس في احتراق وليلة يعني سودة. طيب هنيجي هنا نكمل الداش لاين بتاعنا لتحت كده لحد الآخر. بس كده. طيب وبعد كده نيجي بقى للشكل. هل هشوف الشكل كله الغلطة اللي احنا وقعنا فيها ولا لا؟ لا، ده في ايه، في نهاية هنا اللي هي كانت بكام اصلا؟ 110. احنا هنشوف، هنقيس 110 بس. 55 و55 اللي احنا اوريدي واخدينها فين؟ في السايد فيو باينة معانا. ناجي عند النقطة دي وننزل كده اهو، نقطع من القطع ده، نطلع لفوق لحد ما نوصل له، وناخد القطع ده خط افقي كده اهو. يبقى الخط اللي فوق ده مش تبعنا. تمام. الناحية التانية اللي هي دي، الخط ده، ننزل كمان شوية، ننزل نطلع تحت هنا. القطع ده ناخده الناحية التانية هنا اهو، من هنا لغاية الآخر. فالخط اللي هو من تحت ده وكده مش تبعنا. طيب نرسم ايه بعد كده؟ نرسم الدوائر الصغيرة دي اللي هي نص قطرها كام؟ 10 ملي. هناخد ال10 ملي نقيسها بالبرجل كده اهو. 10 ملي يعني 1 سنتي. تمام. وبعدين اقف هنا، بس نطلع السن شوية، نقف هنا ونقطع الخط العمودي ده والخط العمودي عليه، الأفق والعمودي. وبعد كده من عند القطع ده أرسم قوس كده، ومن عند القطع التاني أقطعه بقوس تاني بنفس 10 ملي. اثبت بقى في مكانك. اثبت يا راجل. نقطع بقى القوس كده، قطعه معايا خلاص. أنا مش عاوز الكورنر ده. وقف في نقطة التقاطع دي وارسم القوس الأول ده. تمام. قوس مع إنه صغير يعني كده. طيب الناحية التانية نفس الكلام، نفس الفتحة
10. اقطع الخطين وبعد كده اقف هنا عند النقطة دي، نقطة التقاطع الاولى اللي هي دي. هنا ارسم قوس كده، الناحية دي نقف هنا برضو نرسم قوس كده، وبعدين نمسح الكلام ده الكورنر ده، وبعد كده اقف في نقطة التقاطع عادي جدا وارسم القوس اللي هو كده اهو. تمام. بعدين بعد كده بقى نرجع ناخد نشوف الخط ده انتهى فين في الاليفيشن في السايد فيو. ازاي؟ هنقول لك ان احنا هنا دخلنا الدخله دي فضربت في الدايره الجو. احنا لو اخدنا النقطه دي كده اهو الناحيه دي، تمام، وطلعنا بيها لفوق، هتقول لي الخط ده وقف فين معاك؟ هنا اهو النقطه دي كده، تمام كده، واطلع من هنا لغايه لفوق لغايه ما الخطين اتقاطعوا مع بعض، يبقى الخط ده يبقى سوليد لاين لحد التقاطع هنا بقى. ده اللي انا كنت بحكي فيه. طب الناحية التانية من تحت، يا اما النقطة دي يا اما النقطة دي، هي وناخدها نقطع بيها وناخد ده عمودي لمين؟ للسايد فيو كده. وبعد كده اخد الخط ده الافقي نتجله لحد ما ايه يضرب معانا. طيب بصوا على الحاجة المهمة دي دلوقتي، اللي احنا رسمناه ده الخط اللي نازل ده هو الخط ايه اللي نازل هنا، تمام، الخط اللي نازل هنا، ودخلنا شوية ونزلنا بيه. نزلنا بيه ازاي؟ لما جبنا البعد بتاعه من البلان زي ما قلنا. طيب الخط ده مش الدايرة اصلا مكملة ورا هنا؟ اه مكملة ورا، اللي هو فين على الاليفيشن؟ الخط اللي ورا الخط ده اللي لازق في مين؟ اللي لازق في السلندر نفسه، ده مكمل لورا من الاول هنا ومكمل داش لاين لغاية تحت، فهيبان معايا داش لاين، يبقى هو اصلا داش لاين من النقطة دي. نرسم داش لاين على السوليد لاين هيبقى ايه؟ هيبقى داش لاين. يبقى الداش لاين يكمل من بعد السوليد لاين ما يخلص كده اهو، كده اهو مكمل لتحت معايا ايه؟ داش لاين. طيب في حاجة تانية نرسمها، مين بقى؟ نرسم البلان فيو. ارسم فيه مين؟ ارسم فيه المثلث علشان اقدر ارسم المثلث كويس في الاليفيشن، ومنه نعمل ايه؟ نعمل المثلثات او المستطيل اللي نازل صغير ده. طب المثلث ده انا واخد الاسقاط بتاعه على مين؟ على السايد فيو، يبقى اخد الاسقاط ده انزل بيه هنا اهو، وبعد كده اجيب المسطرة الناحية دي وابدأ ارسم من اول الدايرة هنا لغاية اخر الشكل. الاسقاط التاني بتاعه من هنا، من هنا اهو يقطع معايا ب45، وبعد كده اخد النقطة دي فين؟ الناحية التانية اهو، من هنا لغاية هنا. شايفين الدخلة بقى ظهرت هنا؟ فانا لو جيت رسمت الدخلة هرسمها من فين؟ اولا كده بصوا في خط سوليد لاين متوصل بين النقطة دي والنقطة دي، فاحنا نمسح الدايرة هنا كده، وبعد كده اوصل ده النقطة دي بالنقطة اللي هي كده، تمام. طيب شايفين النقطة دي بقى اللي داخلة هي نفسها التانية، فاحنا ناخدها فوق كده اهو. يبقى الخط ده كان خط ايه؟ كان خط وهمي بتاع السلندر الكامل اللي هو ايه؟ كانت هنا ورحنا احنا مسحناها، يعني المفروض يطلع معايا هنا. يبقى ده اصلا كان وهمي او كان غلط رسمينه بس علشان ايه؟ ما نتوهش. نقف هنا ونقف هنا ونوصل، نوصل كويس بس سوليد لاين. خلاص على كده ده المثلث الاصلي بتاعنا. ناخد عليه الابعاد بتاعتنا اللي هي كانت بكام. دلوقتي خلاص مش هقدر ارسم حاجه في البلان ولا في الاليفيشن، نمسك ولا في السايد. نمسك الاليفيشن بقى اللي هو ايه؟ هنبدا فيه نرسم المثلث ده. رسمنا المثلث ونرسم التجويف بتاع المستطيل ده. التجويف بتاع المستطيل ده ماسك ايه؟ من هنا طلع 20 وبعد كده 50، يبقى اطلع من الاول من النقطه الاولى دي
لأنها نقطة مايلة. عارف لو كان مديني الأبعاد دي عمودية كنت عرفت أوقعها، لكن هو مديني الأبعاد على خط مايل، والخط المايل ما كانش ينفع أرسمه إلا لما أرسم البلان. واحد دلوقتي 20 يعني 2 سنتي من النقطة دي. واحد اتنين أحط نقطة، وبعد كده أمشي 5 سنتي. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ونحط نقطة. 20 و50. أجي من النقطة الأولى ننزل إيه داش لاين لغاية الآخر، بس مش هيبان معايا، فهنزل داش لاين ده فراغ، داش لاين لغاية الآخر. النقطة التانية عند 50 هنزل داش لاين لغاية الآخر. تقول لي ده فراغ المستطيل اللي هو نازل لتحت ده. طيب كده نقدر نرسم المستطيل في السايد فيو وفين وفي البلان فيو. في السايد فيو هناخد أول نقطة معانا هنا، ونشد خط أفقي في النص كده، والنقطة الأخيرة اللي فوق دي ناخدها هنا كده اهو، وأشد برضو خط أفقي هنا اهو في السايد فيو. طيب الخط ده طوله كام؟ 16، يبقى 8 من هنا وتمانية من هنا. 8 من النقطة دي المنتصف هنا اهو، 8 كده يعني هنا بالظبط، وتمانية كده يعني هنا بالظبط، وانزل بيهم ايه عمودي على الخط التاني اللي تحتيه على طول، سوليد لاين على طول كده، وامسح الزيادات اللي معايا في الخطوط، ونتجل الخطين الافقيين دول كده، والخط اللي فوق برضو كده. الخطوط دي اقدر اخدها اسقاطات الناحية دي، او اخدها اسقاطات او اقيسها إيه براحتك انت. احنا ناخدها اسقاطات، انا احب اخد الحاجة اسقاطات. النقطة دي اهي، اروح ناخدها الناحية دي. انا تهت، ايوه ايوه الخط ده ناخدها الناحية دي، خليها تحت المسطرة، واخد خط كده اهو خفيف. تمام. وبعد كده النقطة التانية ناخدها مسقط هنا، وناخدها المرة دي من فوق المسطرة علشان يبقى القياس بتاعنا ايه، يبقى القياس دقيق كده اهو. طيب بدايتها ونهايتها نجيبهم منين؟ نجيبهم من الاليفيشن. ادي البداية اقفل بينهم بخط سوليد، النهاية اقفل بينهم بخط سوليد، وبعد كده نتجل اللي هو بين الخطين بالسوليد لاين كده، ونمسح الزيادات دي. تمام. وبعد كده ناخد ده سوليد وده سوليد، واللي فوق سوليد وده سوليد، وبكده تكون الرسمة خلصت معاك. تمام. مفيهاش حاجة ناقصة. تمام كده. التركات اللي فيها بقى ان في برضو داش لاين نازل لتحت كده، اللي هو بصوا كده. نفتح الرسمة تاني. ماشي. التليفون فصل شحن. هنشحن ونجيلكم. في السايد فيو هنا، وانا باصص في السايد فيو اللي هو ده، هلقى ان المثلث المستطيل اللي هو نازل لتحت ده في النص كده هيكون نازل معايا للاخر، فالمفروض نعمل الكلام ده داش لاين لغاية الاخر كده، داش لاين لحد الاخر الشكل بتاعك. والناحية التانية برضو نفس الكلام. نثبت بس المسطرة كويس كده، بيكون نازل معاك للآخر داش لاين. طيب نتجل بقى الخطوط بتاعتنا اللي باقية في السايد فيو كده. خط الداش لاين ده نتجله علشان يبان معانا فين هنا. نجيبها من تحت أحسن عشان نعرف نبص عليه كويس. تمام. يجي هنا وما نعملش حاجة في النص، ونكمل علشان دي فراغ في فراغ دايرة. تمام. آه بس كده يكون المسألة خلصت، أو الرسمة خلصت معانا.
نتجل برضو ده كده اهو، خط الأفق اللي هنا يتجل لغاية هنا، وتحت ده فراغ طبعا ما يتجلش، ويتجل من هنا لحد الآخر. المفروض نمسح ده يعني كده، يبقى معايا الشكل بالمنظر ده. الدوائر لو عايزين نتجلها نتجلها برضو، نقف عند أول دايرة هنا، اللي بعدها، والأخيرة دي تجيلة كده كده.